الطويل عن أنس بن مالك. طبعا من أشهر أصحاب أنس حميد الطويل، وكذلك ثابت البناني، ذلك ابن سيرين، قتادة. وهذه فائدة لكم يا أخوة، حاولوا تتعرفون على أشهر الصحابة المكثرين، يعني تأتي إلى العبادلة الأربعة المكثرين، إلى أنس، عائشة، إلى أبي هريرة، كذلك أنس، نعم، ثم تحاول تتعرف على أشهر وألصق أصحابهم بهم. فقلنا أنس هنا ثابت، وابن سيرين، وقتادة، ابن عباس سعيد، ومجاهد، وعكرمة، بن عمر سالم، ونافع، وطاووس، وهكذا. قال حدثنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، هذا موضع الشاهد، في السوق، وفيه أن الذهاب إلى السوق والتبضع منه والشراء للأفاضل لا حرج فيه. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وجاء الجواب وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم. فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، يعني رجل كان أيضا يكنى بأبي القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا حرج أن تسموا بمحمد، لكن لا يتكنى أحدكم بأبي القاسم. لكن هل هذا خاص في زمانه أم عام في كل زمان؟ الصحيح أن ذلك في زمانه عليه الصلاة والسلام فقط، والدليل أن كثير من الصحابة سموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبناء لهم، ومنهم يعني كانوا يسمون بالقاسم فيكنون بأبي القاسم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه، يعني هو نفس الحديث بس ساقه بإسناد آخر. دعا رجل بالبقيع، المقصود هنا بسوق، يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله يعني بن المديني قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة. وأيضا يقول أهل العلم أن نافع بن جبير هنا الذي روى عن عائشة في الحديث الأول، هنا روى عن من؟ عن أبي هريرة، له حديث واحد عن أبي هريرة، وهذا الحديث في صحيح البخاري. نعم. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، يعني في زمن محدد من النهار. بعض الروايات لا يكلمني لأنه كان منشغل عليه الصلاة والسلام بالتفكير بأمر ما، ولا أكلمه أدبا وحياء، هذا من أدب الصحابة وحياء منه، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بأمر أيضا لا يبتدئونه بذلك، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، يعني هناك اختصار، يعني أتى السوق، وهذا موضع الشاهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السوق ويشتري ما يحتاجه، فلما رجع جلس بفناء بيت فاطمة. بفناء يعني إيش؟
الفناء هو يعني المكان الواسع أمام البيت، يعني في عرف نسميها الحديقة، الدير، الحوش. نعم. فقال أثم لكع، يعني هل موجود اللكع؟ اللكع تطلق إطلاق، الإطلاق الأول على اللئيم، والإطلاق الثاني على الصغير الذي لا زال لا يحسن الكلام. فأي الإطلاقين يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني، يعني يقصد من؟ يقصد الحسن. فجاء إلى فاطمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة كثيرا، ويحب إيش؟ الحسن والحسين، حتى كان يعني صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن إلى المسجد ويحمل الحسين إلى المسجد، وكان بيت فاطمة قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أين الطفل الصغير؟ يعني هذا نوع من إيش؟ من البشاشة له. قال أثم لكع، لكع يعني كرر الأمر، يعني يريد الحسن. قال فحبسته شيئا، فحبسته شيئا. يقول أبو هريرة فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. سخاب هو قلادة من المسك كانت توضع في زمانه على الطفل التجميل. سبحان الله، يعني الأم غالبا إذا جاء أحد من أقاربها وأراد الطفل، أول شيء تفعل إيش؟ تجمل الطفل، حاول يعني لبسه أجمل الثياب، يعني تهتم به، يعني هي تشعر براحة في ذلك. لما أحد الأقارب يأتي ويريد أن يرى الطفل ما تظهره هكذا سريعا، رضوان الله عليها أيضا لهذا الأمر. ربما كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أرادت أن تغسله، أرادت أن يعني تهيئه حتى إيش؟ تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يشتد يعني مسرعا. يعني الحسن كان أيضا لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك، وهو صغير، لا زال صغير. هذا حال كحال أي طفل يرى يعني الأب كيف يسرع إليه، خصوصا إذا كان في بداية عمره ب3 سنوات 4 سنوات. يقول فجاء يشتد، يعني جاء الحسن رضي الله عنه سريعا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عانقه وقبله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عانق الحسن وقبله، وهذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طيب أخلاقه وكرمه عليه الصلاة والسلام. وأنكر على يعني من قال أنا عندي 10 أطفال لم أقبل، قال وماذا أفعل إذا إيش نزع الله الرحمة من يعني من نفسك كما في الحديث يعني. نعم. وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم من الله أن يحب الحسن، ودعا وهذه بشرى لكم ولكل محب، للصحابة عموما وللحسن رضي الله عنه والحسين خصوصا. قال فيحظى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحب كل من يحب الحسن، وأنت تحب الحسن لقربه ولدينه ولإيش ولصحبته، تبتغي بذلك إيش؟ الأجر عند الله جل وعلا. انتبهوا يا أخوة، كون أن بعض الناس يطعن بالصحابة هذا لا يجوز أن يحمل يعني أنه يكون الإنسان عنده شيء في صدره تجاه أهل البيت، لأنه يعني ممكن في بعض وسائل التواصل منهم ناس قد يكون مجهولين يحملون فكر النصب، يعني يرون هجمة على الصحابة فيريد ايش؟ يقابل البدعة ببدعة، يقابل المنكر. هذا خطأ. نحن نحب الصحابة وما خسرنا أهل البيت، لأننا نحب الصحابة مرة ونحب أهل البيت كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى للصحبة، والمرة الثانية ايش؟ للقرابة. وهذا أيضا فيه
أنه تحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحبه وأحب من يحبه. نعم. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. طبعا هذا السند الثاني لماذا جاء به البخاري؟ انظر إلى السند الأول. سفيان ماذا قال؟ قال عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله ماذا قال؟ عنعن، صح؟ فراد يزيل هاي العنعنة، فقال أثبت هنا أن عبيد الله قد سمع من نافع، فقال أخبرني، يعني أخبره نافع. ليس في هذا الحديث، في حديث آخر، في حديث آخر. أي نعم. كم بقي؟ قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان. أي نعم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. طبعا هذا الحديث فيه مسائل، لكن قبل أن نذكر المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالبيوع هنا، وهي مسائل مهمة، أين مناسبة هذا الحديث للباب؟ الترجمة. الترجمة إيش هي؟ إيش هي الترجمة؟ باب ما ذكر في الأسواق. هذا الحديث ما فيه ذكر سوق، الركبان، لأنه هذا موطن إيش؟ بيع والشراء، البيع والشراء. هذه إشارة يعني وفهم دقيق من البخاري رحمه الله أنهم كانوا يشترون الطعام، فما دام في شراء في بيع إذن في سوق، ولو لم يأتي اسم السوق صراحة لكنه كمعنى موجود. نعم. لكنه ما هي الأحكام الشرعية هنا؟ هذا يندرج يا أخوة تحت باب فقهي يسمى بيع الجلب. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يستقبلون أهل البوادي قبل أن يدخلوا السوق ويشترون منهم. والعلة في ذلك لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول خشية أن يغبن صاحب السلعة، لا، لأنه صاحب السلعة جاء من مكان بعيد ولا يعرف السوق ولا يعرف الأسعار، فخشية أن يغبن، وهذا يندرج تحت إيش؟ تحت بيع الغبن. نعم. الثاني خشية الاحتكار، لأن ممكن التجار، هذا أيضا يا أخوة من السياسة المالية الاقتصادية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت في منهج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تبحث في باب غير باب العقيدة والمنهج، في باب سياسة الدولة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجا في السياسة المالية، في الاقتصاد، في البيع، في الشراء، في حماية الناس من الغلاء من الجشع، وضع ذلك في منهج ولا ما في الشريعة؟ فيه. وهذا الحديث منه. ممكن أن طالب إذا أراد أن يبحث في هذا الباب فقط، في باب التعاملات الشرعية، في باب السياسة المالية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي التاجر البعيد الذي جاء أو صاحب السلعة الذي جاء وهو لا يعرف السوق، فقال لا تتلقوا الركبان حتى هم يأتون إلى السوق ويبيعون. يريد أن يبيع ب10 ب1000، هو يعرف السوق، منهم من يرضى بربح يسير ومنهم يريد أكثر، منهم كذا، هو
لما يرى السوق هو الذي سيقرر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، خشية أن يكون هناك إيش؟ احتكار، أنه إذا استقبل هؤلاء فأخذت يعني السلع وخزنت مع حاجة الناس إليها، راح ترتفع الأسواق، ترتفع الأسعار، ويضر من؟ يضر الناس، يضر الناس. لذلك جاء في بعض أيضا الروايات المقاربة قال لا يتلقى الركبان، نعم، ولا يبع حاضر لباد. الحاضر لباد هنا المقصود به السمسار، يعني لا تكن سمسارا للبادي، اجعل البادي هو يأتي ويبيع. لماذا أيضا؟ لأنه أنت ممكن، يعني البادي ممكن يرضى بسعر يسير وربح يسير، أنت إذا كنت سمسارا راح تأخذ أول أتعاب السمسرة، وثانيا قد إيش؟ قد تبيع أغلى مما يبيع هو. فالمحصلة لحماية الناس من يعني الغلاء أو من الضرر الذي يصيبهم في ذلك. نعم. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. هاي مبحث آخر. المبحث الأول في قضية أنه لا يتلقى ركبان ولا يبيع حاضر لباد، يعني مجمل معاني هذا الحديث حتى لا يكون فيه ضرر لا على التاجر ولا على الناس، فأراد أن يحميهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الضوابط وبهذه القواعد. هنا قضية أخرى، وهي أنه لا يباع الطعام حتى يقبض، حتى يستوفيه، بمعنى إيش؟ حتى يقبضه، حتى يقبضه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يباع الطعام حتى يقبض. ما يصير تبيعه وأنت ما قبضه، ممكن يتلف وأنت تتضرر. السؤال الآن، هل هذا خاص في الطعام أو يقاس عليه بقية السلع والمواد؟ ايش تقولون؟ خاص؟ خاص ولا مو خاص؟ خاص في الطعام، بقية السلع خاص ولا مو خاص؟ الصحيح أنه غير خاص. طبعا العلماء منهم من قال خاص في الطعام، خشية أنه يتلف. ومن العلماء قال لا، هذا عام في كل شيء، عام في كل شيء حتى يقبض. السؤال آخر، يعني السؤال الأول انتهينا منه لأنه عام ليس خاص في الطعام. السؤال الآخر، القبض أنه قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. معنى بحسبه يعني الآن أنت اشتريت سيارة، هذا اشترى بيت، هذا اشترى طعام، صح؟ طيب السيارة، قبض السيارة شيء، وقبض البيت شيء، وقبض الطعام شيء آخر. يعني البيت إذا مكنك صاحب البيت منه فهذا يسمى إيش؟ يسمى قبض، لأنه البيت ما ينقل من مكان إلى مكان، أما الطعام ينقل من مكان إلى مكان. بقية مثلا يعني الأشياء تنقل من مخزن إلى مخزن، فيقولون قبض كل شيء بحسب الأمر الذي تم التعاقد عليه، سواء أطعمة أو مواد منقولة أو مواد غير منقولة، عقارات، أراضي. هذا رقم واحد. الآن مع تطور هذا التطور الهائل في المبيعات والبيع والشراء، الفقهاء قالوا القبض ينقسم إلى قسمين. قبض يسمى قبض حقيقي، السيارة تقبضها وتركبها وتأخذ سويت وتمشي. دابة أجلكم الله تأتي بالدابة وتربطها إيش؟ بالسياج أو بالمكان المخصص، تمام؟
مواد كهربائيات تأخذها من الجملة تأتي بها إلى المخزن. هذا يسمى قبض حقيقي ملموس. وهناك قبض يسمى قبض حكمي، حكم من جهة الحكم له. هذا الآن هو التعامل فيه. الآن أنت تشتري سيارة والسيارة لا زالت في الحرة، صح؟ الآن القضية اعتماد على الأوراق الرسمية. فإذا تم البيع ضمن الأوراق الرسمية القانونية بحيث تحولت هذه السيارة ويعني باسمك وأديرت كل شيء عن طريق وكيل أو عن طريق بنك أو عن طريق، المهم تحولت باسمك، فهنا خلاص هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى قبض، لكن قبض إيش؟ حكمي. وتندرج تحت هذا الأصل الآن كثير من التعاملات التي هي تدار عن طريق يعني التطور الإلكتروني. يقول إذا استوفت الشروط البيع والشراء حسب الأوراق الرسمية القانونية هذا يقوم مقام القبض الحكمي. لكن مسألة ثالثة مهمة أيضا، هناك هذه الأمور كلها في السلع التي تسمى غير من يكمل غير ربوية. أما الربوية أو الربوية اللي هي مثلا الذهب وغيره، هذا لازم يكون إيش؟ ها وها. فهل تقوم الآن التي تسمى يعني الأشياء الرقمية هل تقوم مقام القبض الحكمي؟ هاي تحتاج لها يعني إيش؟ بحث. أنت الآن تشتري ذهب، تمام؟ والذهب يتحول يعني عن طريق يعني شركات ذهب باسمك عن طريق شيء إلكتروني يعني، وأنت تحول المال، وقد يكون هذا البائع الدولة أخرى في الإمارات، السعودية، بأمريكا، وأنت تحول الأموال عن طريق مصرف. فهل هذا له حكم القبض أو لا؟ يعني هل هذا نفس أنه أنت تعطي المال وتأخذ الذهب أو لا؟ هذه حقيقة يحتاج لها إيش؟ يعني يحتاج لها دراسة خاصة، يعني ما تعرف التعاملات بدقة تماما. الشاهد القبض قسمين، قبض حقيقي وقبض إيش؟ حكمي. ولا يجوز للمسلم أن يبيع حتى يقبض، سواء قبض حكمي أو قبض حقيقي. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.